يا مساء الخير عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات بودكاست التمانيناتي. معاكم محمد شاهين وحلقة جديدة إن شاء الله تكون حلوة كده ولطيفة. الحلقة اللي فاتت احنا اتكلمنا على الخرافات اللي أهالينا كانوا بيقولوها لنا، وحلقة وعدت وخلاص يعني بحلوها بمرها فوتوها يعني. قلنا إن أهالينا ضحكوا علينا واستهزأوا بينا وكده يعني، مش طالبة يعني قلة قيمة أكتر من كده. ماشي. فالمرة دي بقى احنا هنتكلم في الهبل اللي احنا كنا مصدقينه مع نفسنا، احنا بقى كأطفال، احنا كطفل تمانيناتي وطفلة تمانيناتية. الهبل والعبط والأفكار المتخلفة عقليا اللي كنا مصدقينها وكنا مؤمنين بيها، يعني كأنها حقيقة. ما هو مش معقول يعني حاول ان اهالينا استهزأوا بينا من غير ما نعترف ان احنا كمان كنا هبل يعني. كان في هبل بيحصل، فالاعتراف بالحق فضيلة. تمام. تمام. الحاجات دي بقى بتبقى برضو خرافات احنا بنتداولها بينا وبين بعض كده، والأسوأ إن إحنا كنا معتقدين بيها مع نفسنا، يعني كل واحد مع نفسه، ما بنصرحش بالكلام دوت علنا، في العلن كده ما كانش بيطلع. في نفس ذات الوقت وسبحان الله تقريبا معظم جيلنا كان مصدق نفس الحاجات بس مع نفسهم برضو. فالموضوع كان منتشر في صمت، ما تسألنيش ازاي. ما عرفناش بقى ان احنا كنا متشاركين في نفس الافكار الهبلة دي غير لما كبرنا، بدأنا بقى نتكلم ونضحك مع بعض واحنا كبار ونفتكر اللي كنا بنعمله وبنصدقه. فلما كبرنا عرفنا بقى ان الموضوع ايه، لا ده كان منتشر قوي. واخد بالك؟ تعالوا نشوف كده مع بعض، ويا ريت تقول لي بصراحه وبضمير كده كام حاجه من الحاجات دي انت شخصيا كنت مصدقها او معتقد فيها او عملتها. يلا بينا. اول حاجه والذ حاجه ان القمر بيمشي معانا، يعني وانت ماشي في الشارع كده على رجليك او راكب عربيه وقاعد جنب الشباك بتبص على السماء، وخصوصا بالليل طبعا يعني بتلاقي القمر. بس القمر طول ما انت باصص عليه موجود، ما بيمشيش زي العمارة اللي جنبك ولا البيت اللي جنبك ولا عمود النور. صح ولا أنا غلطان؟ صح صح. يهبل. ماشي. حاجة كمان، ان انت لو انت بتاكل مستيكة اللي هي اللي بيقولوا عليها في القاهرة البانة، فلو انا باكل المستيكة دي وبلعتها، فالمستيكة دي يعني بتلزق شوية فمعدتي هتمسك في بعضها كأني بلعت أمير. واخد بالك؟ فمعدتي هتلزق في بعضها ومش هعرف اكل تاني. واخد بالك؟ فمعدتي هتقفش وهاموت انا من الجوع بقى. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي. واحدة كمان، إن الممثلين والمذيعين في التلفزيون شايفيننا، فإحنا لازم نكون مؤدبين ومحترمين وما نعملش دوشة ولا شقاوة وإحنا بنتفرج على التلفزيون. تمام؟ طبعًا الخرافة دي أنا حاسس فيها بريحة ماما وبابا قاعدين يتفرجوا في هدوء، فقاموا ظارفيننا الخرافة دي، فإحنا صدقنا وانتشرت بينا، يعني إحساس كده. ماشي يا ماما. لو أنا شِلت شنطة تقيلة على ضهري هاقصر. ده طبعًا على أساس إن حضرتك عمود خرسانة لسه مصبوبة وحطينا عليها حمل فهتنزل معاك لتحت. تقريبًا اللي فكّر في الفكرة دي هو أبو الهندسة المدنية وهو صغير، جات له الفكرة دي يعني. بس أهي يعني كانت منتشرة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ده إحنا كده يا نهار أبيض، ده إحنا كنا رايحين في داهية. اللي جاية دي بقى دي يعني فيلم رعب، هي مش خرافة ولا هبل، هو فيلم رعب. اللي هو حضرتك وأنت نايم أو قاعد على كنبة والّا على كرسي في أوضة فيها مروحة سقف، فالمروحة ممكن تُقع وتكمّل لَفة في الهوا كده وتطيّر رقبتك. كابوس، كابوس وأنت صاحي وأنت نايم، وخصوصًا لو بتنام في أوضة فيها مروحة سقف زي ما قُلنا، أو بتقعد في أوضة فيها مروحة سقف. يا نهار أبيض! الواحد والله جسمه أشعر وأنا بافتكر الموضوع ده. رعب، ما كناش أطفال. ما علينا. بُص بقى الحلاوة بقى، بُص الجمال، إن أنت لو أكلت أي بذرة وشربت مَيّة كتير بعدها، في شجرة هتطلع في معدتك، تطلع من بُقّك بقى ودانك وحاجة كده، فاهم أنت؟ دي طبعًا روح الفلاح المصري الأصيل اللي جوانا بتطلع في الأوقات اللي زي كده. بس هو يعني كطفل هو تفكير منطقي. ياما عملنا
علبة زبادي فيها قطنة مبلولة وحطينا فيها فول فنبتت، فشيء طبيعي انك تفكر كده. يعني اديك بتفكر على الاقل يعني. لا حول ولا قوة الا بالله. ماشي. لو انت قاعد مع اصحابك وبتلعبوا وبتهزروا وبتاع وعملت نفسك حوليت، انت قاصد تحول كده بهزار يعني، فضلت قاعد محول لمدة، المدة دي محدش قالها، المينيمم تشارج بتاع الحولان ما اتقالش، بس هو لك لو قعدت مدة عينك هتفضل محولة كده على طول. دي الخرافة. برضه ده كان بيتقال لنا ساعات من صحابنا اللي قاعدين معانا اللي احنا بنهزر معاهم وبنحول قدامهم دول، كانوا بيقولوا لنا كده. انا اللي حاسس بيه بقى ان اصحابنا دول سمعوها من اب او ام مش عايزين عيالهم يعملوا الحركه دي. انا مش عارف مدى صحه الكلام ده طبيا يعني، بس جايز ماشي ممكن تحول عادي يعني. في ناس بتتعمي لما تضرب على دماغها وترجع تاني تشوف لما تضرب على دماغها تاني يعني، الشموع السوداء يعني. صح. طيب. والله العظيم الواحد بيفتكر الحاجات دي، يا نهار ابيض. ماشي. طيب، لو حضرتك عملت بيبي في البسين، الميه لونها هيتغير وهتتفضح. دي طبعا برضو من بابا وماما يعني باينه، بس سبحان الله ويا العجب، ده حصل فعلا. في بسينات كتير جدا دلوقتي بيتحط فيها ماده كيميائيه معينه، اول ما تتفاعل مع البيبي بتعمل لون ازرق غامق كده حوالين الشخص اللي عملها وتبقى فضيحه. فهو كانت خرافه او فيلم رعب بيتقال لنا واتحقق. دي اللي لوحدها فضيحه. ماله البحر؟ ما هو مالح كده كده ما اشتكاش يعني. مش فاهم انا بسين ايه وبتاع ايه، ما علينا. فيلم رعب تاني بقى، حبل الاسانسير وانت طالع او نازل هيتقطع والاسانسير هيقع بيك. كابوس تاني. بس الكابوس ده انا هتكلم عن نفسي على الاقل، الكابوس ده ما زال مكمل معايا لغايه دلوقتي، يعني معايا انا شخصيا يعني. كل ما بركب الاسانسير تقريبا لازم دماغي كده تروح في سيناريو ان الاسانسير وهو طالع او نازل الحبل بتاعه هيتقطع وهيقع بيا بسرعه بقى وكده، فاهم انت زي الافلام. فالله يخرب بيت الافلام اللي بوظت دماغنا وخلتنا قلقانين كده. لا حول الله. ماشي. السره. السره، الخرم اللي في بطننا ده، السره دي بوابه لمعدتك، لو لعبت فيها كتير هتتفتح والاكل هيقع من بطنك. دي برضو فيها ريحه ماما شويه، فاهم؟ لاننا واحنا صغيرين يعني ما درسناش تشريح، ما كناش نعرف ان جسم الانسان فيه سره، والسره دي كانت هي مدخل الاكل من ماما وانا في بطنها وبتاع الحبل السري. الكلام ده مش ما كانش بتاعنا. فانا عارف ايه ان الخرم ده بينفذ على المعده. فدي برضو ريحتها ماما قوي، بس رعب برضو. تخيل انت واكل شوربه ولعبت في سرتك لقيت الدنيا زرق، لا وحش وحش. طيب اخر واحده بقى الجميله دي، نور التلاجة بيفضل منور وهي مقفوله. اه. فانا بعمل ايه بقى؟ اقوم فاتح التلاجة واقفلها بالراحه عشان اشوف النور هيقفل امتى وازاي. انا مش عارف بقى. التلاجة مقفوله، سر حربي جوه، في نور مفيش نور، فانا اقعد بقى ايه، اجرب. ونفس الكلام في زرار النور، انا ببص على زرار النور، اللمبه تنور او النجفه تنور او المروحه تشتغل، اي حاجه بتحصل فيها كهرباء. لو انا بقى مسكت الزرار نص نص كده اللي هو ما جبتوش لغايه الاخر في الفتحه، يعني هيحصل ايه؟ هل النور هيبقى نص نص؟ هل النجفه هينور نصها ونصها؟ لا. هل المروحه هتلف بس ببطء كده بقى، فاهم انت؟ ربنا يشفيك يا ابني، ربنا يشفيك يا ابني او يا بنتي، يعني اظن كفايه كده قوي عبط وهبل. حاجه و30 سنه من العبط والهبل، فكفايه قوي كده. ومستني كومنتاتكم برضو على يوتيوب وسبوتيفاي في ايه هي الحاجات الهطلة اللي كنت بتعملها او كنت مصدقها وانت صغير. يعني خلينا نضحك كده ونفتكر الايام الكحل دي سوا، يعني كفايه اللي احنا قلناه ده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم ونشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. سلام.